قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم بارك في أسماعنا وأبصارنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، يا من خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب، واستدلت على حكمته بصنعته أولو الألباب، ولانت لقدرته شدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا غما إلا كشفته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاريا إلا كسيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سوءا إلا أزلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها لنا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، وحرم أجسادنا على النار، ولا تشوي خلقنا بالنار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وكما وفقتنا لصيام هذا الشهر الكريم وقيامه، اللهم فاقبل صيام
صيامنا وقيامنا. اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا. اللهم فاقبل صيامنا وقيامنا ولا تردها يوم القيامة في وجوهنا يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تصرف وجهك عنا يوم القيامة، ربنا لا تصرف عنا وجهك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمها علينا وعليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح بها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت على الصراط أقدامنا ونجنا من كرب يوم القيامة وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض يوم تسود وجوه العصاة. اللهم بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم الحسرة والندامة. إلهنا زلت بنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام وإنا مقرون بالإساءة على أنفسنا، نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين وها نحن ببابك واقفون ومن عذابك خائفون ولثوابك مؤملون وقد تعرضنا لعفوك وثوابك فارحم خضوعنا. اللهم ارحم خضوعنا، اللهم اجبر قلوبنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وابدل سيئاتنا حسنات فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، نسألك أن تجيرنا من النار وأن تجعلنا من عبادك الأبرار وأن تسكننا الجنة مع عبادك المصطفين الأخيار. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه. اللهم إنا قد تولينا صوم شهر رمضان وقيامه على تقصير منا، وقد أدينا فيه من حقك قليلا من كثير، وقد لجأنا ببابك سائلين ولمعروفك طالبين، فلا تردنا خائبين. وإذا سألك